يعني ايه فن التخلي؟ هو انا ممكن التخلي يكون ليه فن؟ اولا نعرف يعني ايه تخلي. التخلي على المستوى النفسي هو فكرة ان انا اتحرر من شعور معين، ان انا ابقى مش مرتبط بحاجة، ولا شعور حب ولا شعور كره ولا شعور حقد ولا شعور انتقام. ابقى متحررة من اي مشاعر، اكون انا يعني أكون أنا السبب في وجود هذه المشاعر، مش حد تاني هو السبب في وجود هذه المشاعر. ده معنى التخلي عن المستوى النفسي. طيب التخلي عن مستوى الوعي معناه إيه؟ معناه إن أنا أبطل أختار الآخرين واختار نفسي. معناه إن أنا أقول للأذى استوب، كفاية، أنا مش هتأذي أكتر من كده. طيب ليه الإنسان ممكن إن هو يعيش في علاقة هو عارف إن العلاقة دي مؤذية ليه؟ اول حاجة ان هو يكون اعتاد الالم من وهو صغير، هو متعود على الالم. الحاجة التانية شعوره على طول او تأنيب ضميره او احساسه بالذنب، طول الوقت هو حاسس بالذنب وبالتالي طول الوقت هو حاسس بجلد الذات. الحاجة التالتة هي فكرة ان انا عايز اكون مسيطر، انا مش عايز، انا فشلت قبل كده بشكل او باخر ومش عايز افشل تاني، فانا عايز اسيطر على الاحداث بحيث ان انا مفشلش. دي من الحاجات اللي بتخلينا عالقين في علاقة هي مؤذية، ولكن واحنا عارفين ان هي مؤذية ولكن بنكمل فيها. دول اكتر 3 اسباب بتخلينا نعمل كده. طيب ازاي ابدأ اخد خطوات في فك او فن التخلي؟ ازاي انا اتخلى؟ ازاي اسمح لنفسي بالتخلي؟ اول حاجة ان انا اعترف بان الشخص او العلاقة اللي انا موجودة فيها دي هي علاقة مؤذية، فاعترافي ان ده مؤذي بيساعدني على التخلي. الحاجة التانية ان انا بسمح لنفسي بالزعل وبالحزن، بعيش كل المشاعر دي، بسمح لنفسي ان انا ازعل. طيب الحاجة التالتة بعمل تمرين اسمه فهم التعلق الآن. هو أنا ليه دلوقتي متعلقة؟ احنا قلنا 3 أسباب من زمان، بس أنا دلوقتي بقى. التمرين ده عبارة عن 5 أسئلة. السؤال الأول هو ده حب ولا تعلق؟ السؤال التاني هو دلوقتي اللي موجود دلوقتي نفس درجة الحب والتعلق اللي كانت موجودة في بداية العلاقة دي ولا اختلفت؟ السؤال اللي بعد كده ايه الحاجات اللي كان الشخص ده بيأذيني بيها او مؤذية بالنسبة لي، وايه نوع الأذى ده؟ أذى نفسي عامل ازاي؟ بحس بايه؟ ايه مشاعر الأذى اللي كان الشخص ده بيدهاني؟ النقطة اللي بعد كده الأذى ده كان بيسبب لي ايه؟ يعني كنت ببقى مش عايزة اقعد مع حد، مش عايزة اشوف حد، كان بيسبب لي ايه الأذى ده؟ ثقتي بنفسي اهتزت، الأذى اللي تعرضت له سبب لي ايه؟ النقطة الخامسة او السؤال الخامس اللي بعد ده ايه الحاجات اللي كان الشخص ده بيدهاني الاحتياجات وازاي اقدر البيها؟ بالخمس خطوات دول بفهم هو انا ليه متعلقة دلوقتي، هو انا ليه لحد دلوقتي رغم ان انا موجودة في علاقة مؤذية الا اني متعلقة. طيب نوصل للنقطة اللي بعد كده وهي النقطة الرابعة في خطوات بتاعة فك التعلق، هي او التخلي او فن التخلي. هي ايه الحاجات اللي الشخص دون كانت موجودة قبل ما هو يكون موجود واختفت مع وجوده. كنت بعمل حاجة ما عدتش بعملها، كنت ليا طريقة معينة ما عادتش دي موجودة. ايه الحاجات اللي انا تخليت عنها او ما عادتش موجودة؟ طيب النقطة اللي بعد كده ايه الحاجات اللي انا اكتسبتها ايجابية من الشخص ده؟ ايه الحاجات الايجابية اللي انا اكتسبتها من هذا الشخص؟ طيب النقطة اللي بعد كده ايه الايجابيات والسلبيات بتاعة العلاقة؟ ايجابيات وسلبيات العلاقة. النقطة اللي بعد كده في خطوات التخلي ايه العادات بقى الجديدة اللي انا هحافظ عليها واكتسبتها من الشخص ده؟ الخطوات دي بتاخدنا بالتدريج كده بازاي نبقى عندنا فن واحنا بنتخلى، ازاي نعين نفسنا على التخلي بداية من ان هي علاقة مؤذية فيجب ان انا اتخلص منها، نهاية وصلت لايه في اخر الخطوات دي؟ ايه العادات الايجابية اللي انا هحطها في حياتي فحولتها من علاقة مؤذية لحاجات ايجابية انا اتعلمتها اثناء مروري بالمراحل دي. انا بتخلى كل مرحلة منهم بتساعدني ان انا اتخلى عن العلاقة دي وبتساعدني ان انا افهم نفسي اكتر. اتمنى ان الخطوات اللي انا قلتها النهارده تكون اديتكم مفهوم جديد عن فن التخلي، هنعرف ننفذها
خطوات بسيطة بس يعني بسيطة كخطوات، لكن هي محتاجة مجهود ومحتاجة مثابرة، ومحتاجة ان انا طول الوقت اسأل نفسي السؤال: هل انا عندي استعداد لدفع ثمن التخلي؟ عايزة اتخلى وعندي استعداد لدفع الثمن ولا لا؟ لان لو مش ما بدأناش بالسؤالين دول، فاذا احنا مش عايزين نتخلى، احنا اللي ماسكين. فاسأل نفسي: انا عايزة اتخلى ولا لا؟ عندي استعداد لدفع الثمن بتاع التخلي ولا لا؟ انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم